ايه شوية راحة وقيت نعمل تريح نتفليكس. هذا انتي قررت باش تعمل سهرية دلولة مع فيلم، اما عديت نص ساعة ما تعرفش شنو تختار. والوضعية هذه تعيشها كي تبدل من قناة لقناة في التلفزة، ولا باش تختار شنو تكماندي من ريستوران، ولا كي باش تختار الروبة اللي باش تمشي بها العرس بنت عمتك. انتي قدام من اصعب ممارساتك اليومية انك تختار، والكل نختاروا من دبارة الفطور حتى المصاريف الدولة، والاختيار صعيب وزادة عنده كلفة، وهو علاش. تصور باش تشتري معجون عند العطار عنده نوعين، مشماش وسفرجل. شنو اللي تختاروا؟ انا شخصيا نختار المشماش، يمكن انت ما اخترتش كيفي، اما متاكد اللي اخترت فيسا. وتوا تصور العطار عنده الفريس والمشماش والسفرجل والبرقدان والكرموس وخوخ بنكهه الزهر والاناناس والكيوي، والكلهم فرتسو. هوني تقف تخمم نتصور حتى شويه برك. الوضعيه هذه عملوها علماء النفس شينا إينغار ومارك ليبر في دراسه عمل في مجازان عرضوا عدد معين متاع انواع معجون لزوز مجموعات متاع حرفاء، وحود عطاوهم يختاروا بين 6 والاخرين عطاوهم يختاروا بين 24. والنتيجه المجموعه اللي عطاوها 24 خيار قابليتها انها تشري المعجون كانت اقل ب10 مرات من المجموعه اللي عطاوها 6 خيارات كهو. كل ما زاد عدد الخيارات كل ما نوليو نحسوا بالحيره، كيما تبدا تتفرج على نتفليكس وتلقى برشا افلام ومسلسلات تولي محتار شنو تشوف. في الاخر تلقى روحك ضيعت ساعة كاملة تتفرج في التريلرز وما خليت حتى قرار. هذا الاحساس بالضياع هو اللي يخلي برشا ناس يحسوا بالاحباط، وزادا كيما يزيد عدد الخيارات نوليو نحسوا بالخوف من الغلطة، نخافوا نختاروا خيار ونكتشفوا من بعد اللي كان ثم خيار ما احسن. هذا الخوف من الغلطة يتسبب في حالة يسميوها شلل القرار. عالم النفس باري شوارتز في كتابه بارادوكس الاختيار، علاش كل ما زاد عدد الخيارات كل ما نوليو أقل سعادة، وضح كيفاش كثرة الخيارات تنجم تؤدي إلى القلق والإرهاق وحتى الاكتئاب. بالرغم اللي أنه في مجتمعنا المعاصر الناس يتعلموا بالغلط اللي كثرة الخيارات معناها حرية وسعادة. كيما شفنا كي تحس بالقلق كي تاخذ قرار خاطر كل اختيار عملته يخليك تتخلى على خيار آخر، وكيما تقول المقولة المنسوبة للكاتب الفرنساوي أندري جيد: choisir c'est renoncer، يعني الاختيار هو أنك تتخلى. وطبيعي تحس بالقلق كي تاخذ قرار على خاطر كل اختيار تعمله وراه تكلفة مخفية. كما قلنا الاختيار هذا يتسبب في خسارة فرص أخرى، وهون يجي مفهوم تكلفة الفرصة الضائعة وإلا تكلفة الفرصة البديلة. تكلفة الفرصة الضائعة l'opportunity cost هو مفهوم اقتصادي، هو قيمة أحسن بديل ضحيت بيه كي اخترت حاجة معينة. معنى آخر الكلفة الحقيقية لأي حاجة هي شنو اللي خسرته باش تتحصل عليها. مثلا كي تختار تتفرج على فيلم في نتفليكس، تكلفة الفرصة الضائعة هي الأفلام الكل اللي ما تفرجتش عليها، ولا الوقت اللي ما عديتوش تقرأ في كتاب ولا تقضي إلى آخره. كل ما زاد عدد الخيارات كل ما زاد تكلفة الفرصة الضائعة لكل خيار، وهذا ينجم يخلينا أقل رضا. في فيلم ماتريكس عندك زوز حربوشة حمراء وحربوشة زرقاء. مورفيوس اللي يلعب دوره لورنس فيشبورن يعطيك الخيار هذا، الحربوشة الزرقاء باش تخليك تعيش في وهم جميل بلا مشاكل ولا تعقيدات، الحربوشة الحمراء باش تعطيك الحقيقة باش تخليك تواجه الواقع بحلو ومر. نيو اللي يلعب دوره كينو ريفز قدام الاختيار الصعيب هذا، أنا هي الحربوشة اللي تختارها. هذا هو باختصار مفهوم تكلفة الفرصة الضائعة. كل مرة تختار حاجة أنت تخسر الفرصة أنك تختار حاجة أخرى. كأنك اخترت الحربوشة الحمراء باش تعرف الحقيقة وتفهم الواقع، لكنك باش تتخلى على الراحة والهدوء اللي كانوا في الوهم. من جهة أخرى وكان تختار الحربوشة الزرقاء باش تبقى في الراحة والوهم، لكنك باش تتخلى على فرصة معرفة الحقيقة وفهم الواقع الحقيقي. What is real؟ ولكن فما حاجة أخرى، سوء تقدير تكلفة الفرصة الضائعة يمكن أنه يتسبب في اختيارات مش باهية. رد بالك أنك تختار من غير ما تعرف التكاليف الحقيقية اللي وراء اختيارك والتكاليف الحقيقية اللي وراء اللي ما اخترتوش. نرجع لنتفليكس، أما المرة هذه باش نحكيو على تاريخها. عمل فيلم مؤسس نتفليكس ريد هاستينغز تقابل مع المدير التنفيذي لشركة بلوك بوسترز جون أنتيوكو. بلوك بوسترز كانت شركة تكري الأفلام تتفرج فيهم في الدار، ونتفليكس كان وقتها يبعث لك DVD للدار بعد ما تختار الفيلم على الانترنت. واقترح هاستينغز شراكة باش تشري بلوك بوسترز نتفليكس مقابل $50 مليون.
أنتوكو ضحك على العرف، وكان يستخيل أنه نموذج عمل نتفليكس المبني على بعثين DVD بالبريد للحرفاء هو السوق ضيق، واللي عمره ما باش يفوت نموذج بلوك بوسترز المبني على الفلوس اللي تخلصها كي توخر في الترجيع. هاستينغز كان فاهم أنه مستقبل الفرجة في الأفلام باش يولي 100% على الانترنت، مش في أنك تكري أفلام من مجازان. نتفليكس كبرت ولات عملاق عالمي في مجال الترفيه اللي تعرفوه. وقت البلوك بوسترز أفلست في 2010 بعد ما فشلت في التحول الرقمي متاعها وملائمتها لكيفاش الناس ولات تتفرج في الأفلام. بلوك بوسترز ارتكبت خطأ استراتيجي كبير اللي هو في النهاية أدى لسقوطها. من ضروري أنك تعرف وتحدد التكاليف المخفية والمتعلقة بكل قرار تاخذه. لازم تحسب الفوائد والتكاليف لكل خيار بما فيه الفرص الضائعة اللي يمكن تكون أفضل من القرار اللي اخترته، الوقت والفرص اللي كان يمكن تستثمرهم في خيارات أخرى. باش تاخذ قرارات ناجحة وتتجنب المشاكل لازم تكون واعي بتكاليف الفرصة الضائعة. الحكومات والدول تتحط بصفة مستمرة قدام خيارات كيما هكا، وكل خيار تلقى وراه تكلفة الفرصة الضائعة. هذا ينجم يأثر بشكل كبير على الاقتصاد وحتى المجتمع. مثلا ناخذ مثال تعرفوه وباش نبسطوه برشا على خاطره معقد وما يتفضش في دقيقة. دعم الخبز والسكر كمواد أساسية. دعم الخبز والسكر يساعد في ضمان وصول العائلات ذات الدخل المحدود إلى غذاء أساسي بأسعار معقولة، وهذا يعزز الأمن الغذائي. ومن جهة أخرى دعمهم يمكن يخلي استهلاكهم أكثر من اللازم يأثر على صحة المواطنين كي تفاقم السمنة، السكر وأمراض القلب، ويزيد في مصاريف الدولة في الصحة العمومية. إذا أنت مسؤول وقدامك الخيار هذا، تختار حل الدعم الفوري ويولي قدامك مشكلة صحة عمومية، تختار أنك تحافظ على الصحة على المدى أطول ولكن تتحط في مشكلة اجتماعية، ايش تعمل؟ الوضعية المبسطة هذه، ونعاود مرة أخرى اللي هي مبسطة ياسر وفما عوامل أخرى ما حكيناش فيهم، توريك اللي في السياسات العمومية كما في القرارات الاقتصادية وإلا الخيارات الشخصية كل اختيار عنده كلفة واضحة ولا مخبية ولازمك تستعد لها. باختصار، بارادوكس الاختيار ومفهوم تكلفة الفرصة الضائعة هما مفاهيم أساسية باش تفهم تحديات اتخاذ القرار. كي نكون واعين بالمفاهيم هذه ونطبقوها في حياتنا نجمو ناخذ قرارات أكثر وضوح، سواء في حياتنا اليومية ولا في القرارات الكبرى متاع السياسات العمومية. أنك تعمل الخيار الصحيح مش سهل أنك تعرفه قبل ما تختاره، لكن أنك تختار خير وتعمل خيار واعي يعني educated choice مهما كان عدد الخيارات يعاونك برشا في حياتك. وتوا باش نسهل عليك الاختيارات ونقترح عليك ثنية والفوائد اللي وراها. تابعنا على قلم، اعمل لايك وسبسكرايب، تعدي وقتك أكثر على محتوى ذكي جو وتكتشف معاه برشا حاجات جديدة.